السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعورك ايه وانت كمواطن مصري، معلش الاسعاف دي هنا في كندا، انت عارف ناس كتير هنا بتموت ما عندهمش صحة كويسة زي عندنا. شعورك ايه وانت مواطن مصري كده ووزير التعليم بتاعك ضارب شهادة الدكتوراه بتاعته من جامعة وهمية ملهاش وجود في امريكا؟ يعني وزير التعليم، مش مثلا وزير الاوقاف، مش وزير الصحة، مش وزير التعليم، يعني وزير التعليم ضارب شهادة تعليمه. يعني علشان يتقال له يا سيادة الدكتور راح اشترى شهادة، عمل شركة واشترى شهادة وخلص مصلحة، وهو شكله هو الوحيد اللي متخرج منها لأن جامعة ملهاش أي مكان على النت. طيب إيه شعورك كمواطن مصري لما ده يبقى وزير تعليمك؟ ويا ترى إيه وضع المدرسين المصريين في الخليج قصاد زمايلهم من السعوديين اللي اكتشفوا إن وزير التعليم المصري ما عنده دكتوراه، نصب على المصري مصاري، هذول المصاري الله يهديهم. طيب شكلك عامل ازاي قدام العالم لما الجرايد الاجنبيه تكتب ان الراجل ده ضارب الشهاده؟ طب وازاي قاعد لحد دلوقتي في المنصب؟ انا اقول لك ليه قاعد، لانه قريب المشير، بس مش المشير ده، المشير التاني، المشير اللي حارب، مش المشير اللي ايه، اللي حارب برضه، خلي بالك.